السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى رب دايما تكونوا بخير في احسن حال. معاكم جميل مراد، فيديو جديد اشرح لك فيه ازاي تقدر تشحن الواي فاي المنزلي عن طريق محفظة فودافون كاش. لو انت مشترك في واي فاي فودافون، ازاي تقدر تشحن الباقة كل شهر عن طريق المحفظة من غير ما تروح بقى المحل او من غير ما تروح الشركة. تقدر تشحن الباقة بكل سهولة عن طريق الخطوات اللي هقولها لك في الفيديو دلوقتي. قبل ما نخش في الشرح، صل على النبي كده في تعليق، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ونخش في الشرح على طول يا أصدقاء عشان ما اطولش عليكم. أول حاجة بنعملها بنضغط على نجيب قائمة الاتصال، ونضغط على نجمة 9 شباك وندوس اتصال. تاني من أول هندوس نجمة 9 شباك اتصال. في مشكلة بس دلوقتي في الاتصال، نجرب كمان مرة. معلش عشان في رقم ظاهر. نجمة 9 شباك اتصال اللي هي خدمة فودافون كاش. تظهر معانا فودافون كاش، معلش عشان كان في مشكلة في الشبكة. فودافون كاش هتلاقي عندنا 1 تحويل الأموال، 2 شحن ودفع فاتورة، نضغط على 2. بعد كده هندوس على المزيد 0، هتلاقي 1 شحن رصيد وكروت فكة، 2 تجديد فليكس انترنت، 3 المزيد، نضغط على المزيد. هنلاقي 4 دفع الدي اس ال من الرصيد، هنضغط على 4. بعد كده بيقولك لسداد رقم اشتراك، لسداد اشتراك رقمك أو لسداد اشتراك رقم آخر. احنا هندوس 1 لرقمك. لو عايز تضغط رقم تاني مفيش مشكلة تضغط عليه. بدوس 1 اختيار الرقم بتاعك اللي هو رقم الخط الأرضي. هتلاقينا جايب لك قيمة الاشتراك بتاعك. اشتراك الدي سي المطلوب زيادة هو 239 جنيه. للتأكيد اضغط 1. هتضغط على 1. هنا بيقولك بقى اضغط الرقم السري. مجرد ما تضغط على الرقم السري بيخش معاك وبيجدد معاك الاشتراك على طول بدون أي مشاكل. هنضغط على الرقم السري ونجدد الاشتراك. يبقى انت كده قدرت كل سنة تجدد الاشتراك بتاعك بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق خدمة فودافون كاش. تقدر تشحن باقة واي فاي. متنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي سؤال اكتبه لنا في تعليق منك، واحنا هنحاول على قد ما نقدر اننا لو عندنا الاجابة ان شاء الله نساعدك ونرد عليك ونقدر نساعدك في الفيديوهات اللي جاية. استنونا في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم جميل مراد.